اصبر، جاي لك باهم واحدث التفاصيل والاعلان اللي خلى الزملكاويه كلهم جنان في جنان. قبل اي حد هوريك الاعلان وهوريك كل التفاصيل واحدث الاخبار واهم المعلومات قبل اي حد، ولكن فضلا وليس امرا لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الكلام ده لكل الناس. يلا بينا نتفرج، يلا بينا. يعني حظي انه حضرتك دخلت معايا، ففرصه ان انا اسالك في امر مثار هذه الايام ايضا. اتفضل. حضرتك اكيد متابع موضوع الاعلان. متابع. هل الاعلى للاعلام له علاقه بهذا الاعلان؟ يعني طبعا. لو في نادي متضرر من هذا الاعلان، الاعلى للاعلام له دور في هذا الامر؟ طبعا يا فندم، هو زي ما تبقى حضرتك عارف الاعلان اول بيمر بمرحله، الاعلان بيقدم الاول كسكريبت كده او كتابه، ثم يتم تصويره، واللي بيشوف هذا والمنوط به هذا هي الهيئه الرقابه على المصنفات التابعه لوزاره الثقافه. بعد ما بيحصل على هذه الاجازه بيتم عرضه في القنوات او في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا بيكون دور المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعد عرض الاعلان. بعد عرض الاعلان لو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلان شاف ان اي اعلان تم بثه في اي حاجه تكون مخالفه للاكواد الواضحه اللي فيها بقى تعصب، في اثاره، في كراهيه، في اي حاجه، في تمييز، في عنصريه، بيتدخل فورا في هذا الامر وممكن يوقف الاعلان. بس الاهم الاول ان هو يكون اخذ الاجازه القانونيه من وزاره الثقافه والرقابه على المصنفات الفنيه. طب هل انتم نظرتوا في هذا الاعلان؟ هل لكم راي فيه؟ هل لكم فيه قرار ولا لسه هذا الامر يعني انا عرفت ان هو تم تقديم شكاوى والى اخره. هو تم تقديم شكاوى، فهو دلوقتي بيتم يعني الشركه بتستكمل التراخيص والتصريح المطلوبه من وزاره الثقافه عشان تتمكن من بث الاعلان على وسائل الاعلام، القنوات الفضائيه والوسائل الاعلام. اما ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فاعتقد ان الشركه رفعت هذا الاعلان وبيتم تعديله حاليا، وان شاء الله سيعاد بثه بالشكل اللي يكون مناسب. او حضرتك يعني بتقول لي معلومه دلوقتي ان هذا الاعلان سيعاد بثه؟ ممكن يعاد بثه او ما يعادش بثه، احنا مش منوط بينا نقول يبثوا او ما يبثوش. هم اذا بعتوه الى القنوات الفضائيه او نزلوه على وسائل التواصل الاجتماعي هنشوف احنا اذا كان الاعلان بالشكل الاخير اللي عرض بيه بقى اصبح مناسب وملائم، خلاص مش هنتكلم. لكن لو لقينا في اي حاجه هنخاطب الشركه ونتدخل بالاجراءات. طب ما هو الاعلان موجود وحضراتكم شفتوا ايه يعني؟ شفتوه كويس مش كويس؟ ماشي تبع الاكواد الاعلاميه غير مطابق ولا لسه لم تكونوا راي في هذا الامر؟ لا يا فندم، هو الاعلان حسب ما نزل على مواقع التواصل، ثم الشركه تداركت وسحبت هذا الاعلان، والنسخ اللي موجوده حاليا مش من عند الشركه دي، بعض الناس يعني هي اللي سجلت هذا الامر، لكن الشركه لسه مش موجود، ولا حتى موجود على موقع الشركه الاصلي الفعلي، وغير موجود على اي محطه تلفزيون او قناه فضائيه حتى الان. ممكن نبتدي بالفنان امام عاشور. الكلام خلص على امام عاشور، نجيب بقى لقطاته بيرقص ازاي وبيشوط ازاي وبيعمل ازاي، الكلام ده كله خلاص احنا خلصناه. والكلام عن الموهبه الاكثر شموليه في مصر خلص. بس انا النهارده هتكلم على الجون، علشان يعني لو في واحد اول مره اتفرج على الاهلي، اول مره اتفرج على امام عاشور وشاف الجون هيقول لك الراجل ده اشول لعيب جامد قوي، مش هيعرف ان هو ايمن، هيقول لك ده روبرتو كارلوس بالظبط كده. بس انا جايب لك رقم يوريك الفرق ما بين امام عاشور وما بين اي لعيب كره تاني في الدوري. دي اكتر لاعبي الدوري المصري تسديدا في الدوري كله من اول ماتش لحد النهارده. امام عاشور رقم 1 102 تسديده، بعديه محمد علي بن حموده 68 تسديده، يعني تقريبا امام عاشور ضعف اللحيه. انت متخيل الرقم؟ 102 تسديده بمعدل قد ايه بقى يا كريم؟ 4 تسديدات و10% من تسديده في المباراه الواحده. تمام؟ طب تعال نشوف عدد التسديدات بتاعته على المرمى. الصوره اللي بعدها امام عاشور شايط 41 تسديده في الدوري كله ما بين الثلاث خشبات. امام عاشور قبل ما يجي النادي الاهلي ارقامه في الزمالك كانت قد لاعبي النادي الاهلي في التسديد من خارج منطقه الجزاء قبل ما يجي النادي الاهلي. تعال نشوف الجون
ونتفرج على الجون. طبعا قبل ما الجون يجي دي كانت تسديده من عمرو السوليه، وبعدين نكمل الصوره. فعمرو السوليه اول ما جه يشوط الكوره اتعمل عليها بلوك من لعيبه سيراميكا كليوباترا، جت لمين؟ نزلت لامام عاشور. اول ما الكوره هتنزل لامام عاشور هيشوط برجليه ايه يا كريم؟ رجليه اليمين عادي اهو، واحده عاديه جدا وشاطها بمنتهى القوه، وقدر بلعوتي ان هو يتعامل معاها بشكل كويس جدا جدا. ودي كانت قبل ما الهدف يجي ب5 دقايق. دي خطيرة تعالى جداً بقى كمان. طبعا تعالى بقى نشوف الجون اللي جه. انت كرة هنا قام لاعب على طول مروان عطيه طلع الكوره لاشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي عمل فينت وقام مطلع الكوره لامام عاشور من مكان بعيد جدا، وعاوز اقف بس هنا اول ما يستلم بقى كمان واحده كمان وقبل ما يستلم. قول لي انت يا كريم، في حد بيلعب الويك فوت بتاعته رجليه ضعيفه تلعب الكوره بالطريقه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يا رب يعني يحميه. الكرة دي مش الزاوية اللي يسكن فيها الشيطان، هو الشيطان لو في الزاوية دي زمانه هرب. الكرة جت، أنا والله العظيم يا كريم يعني رد فعلي بعد الهدف اللي هو إيه ده؟ أنت إزاي عملتها؟ أنت لو جبت واحد من ما بيتفرجش على الدوري المصري، ما بيتفرجش على إمام عاشور، هيقول لك ده لعيب أشول، لعيب أشوط وشويط. ده يا جماعة إمام عاشور بيلعب بيمينه وبيلعب بشماله. إمام عاشور هو اللاعب الأكثر موهبة في مصر. النادي الاهلي شوفوا بيوفر ايه لعيبته. النهارده الصبح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بينشر تصريح لحسين الشحات نجم النادي الاهلي. حسين واحد من اللعيبه اللي ليهم حضور سابق في كاس العالم للانديه، سجل مع ناديين في 4 نسخ مختلفه سواء مع العين الاماراتي او مع النادي الاهلي. فواحد من اللعيبه اللي ليها حضور في تاريخ كاس العالم للانديه. حسين الشحات اتكلم لموقع الفيفا، قال انا توقعاتي ان مباراتنا مع انتر ميامي هتبقى صعبه، وصعبه للفرقتين مش صعبه للاهلي بس. وقال حدث كبير جدا عالميا، لانه الناس كلها شايفه الاهلي بيلعب مع انتر ميامي بقياده ليونيل ميسي، ده في حد ذاته حدث كبير قوي. قال ان احنا عندنا ثقه ان احنا هنلاقي جمهورنا معانا حتى في امريكا. على فكره رابطه مشجعي الاهلي في امريكا وكندا غيرت مسماها اهلي فانز ان امريكا، وكل الاخوه اللي فيها الحقيقه قايمين بمجهودات كبيره للترتيب لاستقبال الاهلي. فحسين الشحات قال لك انا واثق ان جمهورنا في الافتتاح هيبقى حاضر. صحيح ان المباراه بتمثل افضليه لصاحب الارض والملعب، والميسي صاحب الارض والملعب والميسي كمان، لكن قال لك الاهلي هيثبت انه قدها ويقدر فعلا يفرض كلمته. حسين الشحات بيقول انه انا من الناس اللي توقعت ان احنا هنلعب الافتتاح قدام انتر ميامي، وبقول زمايلي كانوا جوه الفرقه كنا اللي بيتوقع ريال مدريد واللي بيتوقع مانشستر سيتي، انا توقعت هنلعب الافتتاح مع انتر ميامي.